بص انا شايفك وانت بتتمرن تمام، حاسك ان انت تعبان مش قادر تتمرن خالص. نمت النهارده كويس خالص انا 3 ساعات. بصوا يا جماعه، التمرين في الجيم غير اي رياضه تانية. احنا مش بنلعب رياضه قتاليه ولا اللي هو انا بعمل انديورنس او بعمل قوه تحمل على جسمي ان انا اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه علشان يديني نتيجه وابقى متحمل. لا، احنا هنا جايين نبني، فلازم يبقى التمرين بتاعي 100% بحيث ان انا اقدر اشيل الاوزان اللي كنت بشيلها في التمرين اللي قبلها وزياده عليها كمان. فعشان اعمل دوت لازم ابقى انا جاهز 100% رايح ذهني ده فاضي بفكر بس في اوزاني وفي التمرينه بتاعتي. ده غير كده لازم اكلي يبقى تمام، لازم بطني تبقى واكله وعضلاتي متشبعه جلايكوجين كربوهيدرات. الناس اللي بتبقى قاطعه كربوهيدرات او الناس اللي بتبقى نظامها الغذائي مش مظبط او ممكن ما يكونش اصلا رايح واكل ولا واخد وجبات ولا في دماغه الكلام دوت، ده كلام غلط. لازم ابقى جاي واكل ولازم ابقى جاي ذهني في التمرين ولازم ابقى نايم كويس جدا 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 وما ابقاش حاطط نفسي في ستريس او ضغط. لو انت ما بتعملش الحاجات ديت او في حاجه منهم ساقطه ما تجيش التمرين. ما تجيش عشان انت بتهد في نفسك، مش هتشيل اوزانك اللي عملتها في التمرين اللي قبلها، فده طبعا هيبقى تمرين فاشل بالنسبه لك. وفي نفس الوقت الهده اللي انت بتعملها في جسمك ديت مش اصح حاجه. لازم بتبني، فلازم تبقى عارف الاكل اللي انا باكله دوت على قد التمرين بتاعي وعلى قد المجهود بتاعي. لو مجهودك اعلى من اكلك او اعلى من مستوى راحتك دلوقتي فانت كده بتهد في جسمك مش بتبني في جسمك. دي بناء الاجسام. فانت شايف ان انت ينفع تيجي وانت مش نايم كويس؟ محل ان انا اروح دلوقتي. حلك ان انت تروح حبيبي بس. تسلم يا كوتش. ده كان فيديو سكتش كده يعني توضيحي. للاسف في ناس اصلا كانت بتعمل كده زي كابتن محمد بتتمرن بنفس الاسلوب ده وتبقى بتنهج وبتتعب، فحبيت ان انا امثل لكم بس الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. واكيد لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه. ويلا احلى سلام عليكم.